ليه؟ اما بيجي لك ازمه بتترعش وتخاف وتخبط رجليك في بعض، كل مره يجي لك اختبار وتطلع مش تمام. ليه؟ ثق فيه، توكل، والله العظيم الامور من عنده، في لحظه كل حاجه تتغير. شوف كده سيدنا هود وهو واثق لما قالوا له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. يتحدى أمة بأسرها. سبب يقينه ماذا؟ قال إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. الشباب اللي من دول وغيره يسألوا دايما على الفلوس والحاجات، الناس قلقانة، تخافوش، توكل عليه وأطيعه وخذ بالأسباب، هترزق وتجبر. بس انت بس كن طائع وآخذ بالأسباب، اعمل الله. الله يرزق ما لا نراه من الكائنات التي هي تحتاج لمكبر يكبر ملايين المرات، ترزق. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانا. الأمر ده محتاجين يبقى فيه يقين، توكل، لأن ضعف الأمر ده يخليه يشتغل حرام، يكذب، يرضى بأي حاجة لو شغلانة غلط في غلط، يسمع كلام صاحب الشغل لو إن هو هيقول له. ثقته الضعيفة تخليه يعمل حاجات كتير غلط.